شايفين الجمال؟ بجد انا يعني مش هقدر اوصف لكم، وكمان انتوا زي ما انتوا شايفين كده يعني الجواب باين من عنوانه. بجد حاجة كده تحفة ومتقطعة مكعبات كده تنفع للتقديم ولضيوفنا. بجد هتتبسطوا بيها جدا جدا جدا. شايفين الرصة كده لما تطلعوها؟ مش عايزة اقول لكم خطير الطعم، بجد بلدي جدا جدا. واحسن ما تجيبوا بقى رقاق ناشف وتقعدوا تبلوا وتعملوا، انا هنا استخدمت الرقاق الطري. عاوزة اقول لكم بجد سهل جدا جدا واسهل من دوشة الرقاق الناشف، وفي نفس الوقت بينجز وهيسهلك الدنيا جدا. انا جبت هنا كيس رقاق واحد، انا كنت عايزة اعمل صينية واحدة. هنا هو بيكون متقطع على شكل دواير وبيطبقوه، فانتي بتحاولي تقطعيه على قد الصينية بتاعتك بالظبط. شايفين هنا طري ازاي؟ جميل جدا. بس احنا برضو محتاجين مادة سايلة عشان يفضل طري، ما يكونش ناشف او زي العيش وبيقطم معاكي. عايزين يكون من بره ناشف كده كريسبي، ومن جوه يكون طري. فانا هحضر معاكم هنا السائل اللي بيخليه بجد بجد زي رقاق، هو رقاق حرفيا. هنا انا جبت معايا بيضتين، وانتي لو هتزودي الكمية هتزودي كمية السوائل، وهنضيف عليهم ملح وفلفل اسود. عاوزة اقول لكم ما تخافوش ابدا من البيض، وزفرة البيض ما بتبانش تماما. انا دايما متعودة اعمله، وانا يعني حتة البيض دي انا عندي اولادي حتى بيحسوه، فما تخافوش وما تقلقوش ابدا ابدا ابدا. انا هنا حطيت البيضتين وهربهم كويس جدا، وهضيف عليه لو عاوزين سمنة سايحة او زيت. مهمين جدا تحطوا ان هي مادة دهنية عشان واحنا بنفردها بين الطبقات. انا هنا زودت من عندي كريمة خفق عشان تخليها بقى ايه زي ما بيقولوا بلدي قوي قوي ودسمة شوية، بجد بتدي طعم روعة. وهضيف كمان معاكم شوية لبن. عايزين هنا المقادير زي ما انتوا شفتوا انا عملت كده يعني بالنظر. حطيت انت هتحطي كوبايتين كوبايه لبن كامله على بيضتين، وممكن انت بقى عايزه تزودي تضافي الكميه. انا هنا سيحت السمنه برضو لاني انا حابه اضيف شويه على السائل من السمنه، وفي نفس الوقت امسح بيها زي ما بنعمل في الجلاش. دي الصينيه بتاعتي، صينيه متوسطه زي اي صينيه. همسحها بالسمن من غير السائل طبعا عشان ما يلزقش من تحت، ولما تيجي تقطعيه وتطلعيه يطلع معاكي القطعه بقطعه. اما انتي لو بدأتي بالسائل وحطيتيه من تحت، اول ما تيجي تطلعي هيتقطع معاكي وهيلزق. هنا انا ضفت شويه من السمنه برضو، وانتوا ضيفوا زيت كمان على السائل. عايزة اقول لكم بجد انتوا يعني هتتبسطوا جدا جدا من النتيجة، بجد اكتر من روعة. انا عندي ده اسهل بكتير من اني اجيب شوربة واقعد اطري في الرقاق الناشف. لا، الرقاق الطري بجد يعني حاجة كده اختراع رائع. زي ما قلت لكم هنا الرقاقة مدورة، فانا بحاول ان انا اعملها على قد الصينية. فانا هفرش وفي الاخر هبقى اطبقه زي ما بنعمل الجلاش. وطبعا انا هنا بفرشة لازم يعني امسح شوية زيت عشان يطلع كده مورق، ما يطلعش عجين. يعني مش مجرد ان انت خلاص حاجة طرية مع يعني متعجنة من جوه، لا، يطلع مورق كده زي الرقاق، وفي نفس الوقت يكون يعني في قرشة من بره. فانتوا لازم تدهنوا دهنة السمنة الخفيفة دي. جالي تليفون فقلت ارد عليه وارجع اكمل لكم. المهم انت حاولي لما تيجي تحطي السائل تكوني كده مسحتي الورقة كاملة. يعني حطي كده بذمة شوية، بس مش شوية قوي، يعني خليكي كده وسط. هنا انا حطيت كذا طبقة. طبعا هنا الرقاق غير الجلاش، فبتبقى زي ما انتوا شايفين الورقة تحس ان هي تخينة شوية كده، يعني قد مثلا 3 جلاشات على الاقل. فزي ما احنا عارفين الرقاق الطري انت مش هتحطي كتير، وكمان الرقاق الطري غير الرقاق الناشف. الرقاق الناشف هتحطي منه عدد الطبقات اكتر من الرقاق الطري. الرقاق الطري لا، هيعمل معاكي صينية حلوة بس بعدد طبقات اقل. وما تقلقوش جدا بيطلع طعمه رائع جدا جدا جدا. انا عندي اولادي بيحبوه يعني زيه احلى من البشاميل. هنا شايفين انا هنا رحت مطبقة كل الاطارف نزلتها في الصينية، ودي عشان انا هرص عليها الحشوة بتاعتي. انا كنت مجهزاها طبعا، ويعني زي بنعصج لحمة زي ما بنعصجها ببصل وملح وفلفل اسود، وفي ناس بتحب تحط شوية بهارات، فكل واحد حسب ذوقه يعني. هنا طبعا برضو هحط هنا شايفين انا يعني كنت بحط بذمة، احب ادهن بين كل طبقة وطبقة من السائل ده، بيدي طراوة رائعة.
هنا هنفرد اللحمة بتاعتي، وطبعا اللحمة يكون فيها شوية نسبة دهون عشان تطلع الصينية كده ايه بلدي قوي يعني. هنا بقى شايفين الجمال بجد تحفة. يعني انا جعت تاني اهو. هنا انا حطيت شوية جبنة لان الجبنة دي بتمسك، بس عشان تمسك مش عشان الطعم صراحة، بس هي بتدي طعم، بس انا اكتر عشان تمسك، عشان لما تيجي تقطع القطعة تكون ماسكة نفسها، اللحمة ما تتفرولش منها وتفضل تقع كده وتفضي القطعة. وزي ما عملنا طبعا الجزء الاولاني هنكرره، وهنحط السائل بتاعنا، وفي الاخر اخر طبقة هنسيبها ناشفة عشان نقطع بيها الصينية بتاعتنا الاول. هنا بعد ما قطعناها زي ما انتوا عارفين هندهنها سمنة، وبعد كده هندخلها الفرن. الفرن طبعا هيكون انا مسخناه من قبل كده بحيث يكون سخن قوي. انا هنا هدخلها بس تاخد لون اصفر، هنا زاد اللون شويه، بس هو المفروض يكون افتح من كده. وبعد كده هنرص عليه، هنكب عليه اهو بقيه الخليط بتاعنا. عايزه اقول لكم ده بيدي طراوه حلوه جدا من جوه، وما تخافوش ابدا ابدا من زفاره البيض. بجد يا بنات الوصفه دي لو عملتوها هتدعولي، حلوه جدا جدا جدا. هنا حاولت ادخل كل السائل في كل جوانب الصينيه عشان ايه تطلع كده طريه من بره، وفي نفس الوقت الطبقه اللي فوق دي هتقرمش معانا في الفرن. هنرجعها الفرن تاني لمده تقريبا 10 دقايق او 7 دقايق بالكتير. والاكله الجميله دي الرقاق الطري ده نقدر نعمل جنبيه طبق بطاطس محمره، ممكن شويه مكرونه بالصلصه، اي حاجه، المهم هو بيمشي معاه اي حاجه صراحه. شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم الريحه تجنن، تحفه 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 بجد كده. شايفين ناشف جدا من بره، يعني ناشف ناشف ناشف، ومن جوه طري وجوسي، واللحمه كده منزله السائل بتاعها رائعه. هنا اقطعها لكم وهي سخنه جدا، المفروض تهدى عشان تبقى الحاجه كده ايه سايحه. بس شايفين يا والله تحفه تحفه، هتدعولي بجد. والوصفه دي الكل بيحبها، كبار بقى صغيرين الكل بيحب، مفيش حد بيقول لها لا. بجد يا بنات اللي وصلت معايا للحظه دي اعملوا لي لايك واكتبوا لي كده كلام جميل شجعوني، واللي مش مشترك معايا يشترك معايا حالا. شايفين الجمال والطعامه؟ عايزه اقول لكم حاجه كده بترجعنا بالطعم بيها لزمان، ايام زمان، ايام الزمن الجميل. بجد بجد الوصفه دي اللي يجربها يدعيلي، يعني اسهل بكتير من الرقاق الناشف. شايفين المنظر؟ يعني حتى يكون شكله كده شيك في التقديم، مش متقطع كده تقطيع عشوائي او انت مش عارفه تقطعيه، هو كده اصلا تحسي اكنك عامله جلاش وانت مقطعاه. بجد رائع. بس عايزه اقول لكم في فرق جامد جدا في الطعم بين الرقاق الطري ده وبين الجلاش، الاتنين حلوين بس ده طعم وده طعم. عايزه اقول لكم الوصفه دي بجد تستاهل ان انتوا تعملوها وجربوها، وممكن يعني ايه تستغنوا عن اللحمه وتحشوها اجبان، بتبقى تحفه مع زيتون وشويه فلفل، واو خطيره.